الحياة والظروف والميزانيات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي والأسعار ما ينفعش ان احنا نمشي كده تلقائي. لازم تعقليها وتتوكلي، يعني لازم تحسبيها وتشوفي ايه اللي بيوفر معاكي، وهتظبطي بيتك ازاي عشان تكفي بيتك اكل وشرب ومصاريف وكل حاجة، عشان خاطر تعرفي تظبطي الشهر معاكي. فاحنا عملنا ميزانية، كنت بعمل معاكم ميزانية بالشهور، فيعني بالشهر، وانتوا طلبتوا مني ميزانية للأسبوع. أنا بقى النهاردة عاملة معاكم ميزانية 1000 جنيه ل10 أيام وأكتر كمان من 10 أيام. يعني احنا عاملين 12 طبق، وكمان لو دخلنا فيهم 3 أيام كمان معانا أكلات شعبي، فانت كده ضمنتي ان انت 15 يوم بال1000 جنيه. هقولك كل الأفكار بأسعار واقعية اهي، زي ما انت شايفة كده. أنا ابتديت وجبت ايه؟ جبت 2 كيلو بانيه. سعر الكيلو البانيه هيتراوح بقى، اسعار الفراخ دلوقتي غليت قوي. انا لما جبته كان ب190، ممكن يبقى عندك ب200 210. انا حاليا مش عارفه سعره، الفيديو كان متصور من اسبوع تقريبا، كان ب190 جنيه. فانا جبت 2 كيلو بانيه بالظبط. هبدأ بقى اعمل ايه؟ اصنفهم زي ما انتم شايفين كده. باخد القطع السليمة حلوة الآلية على طول كده، بحطها فوق بعضها، والقطع اللي هي زي الموزة زي ما بنقول عليها كده العريضة شوية بحطها مع بعضها، والقطع كمان اللي هي تحس انها مبهدلة كده او مقطعة شوية بحطها جنب بعضها. لقيت اي قطعة فيها حتة زيادة، لقيت اي قطعة سميكة قوي او تخينة، ببدأ ان انا ارفعها شوية واظبط الدنيا. دول الحمد لله 2 كيلو البانيه زي ما انتم شايفين كده. ادي الجزء الاولاني والجزء التاني والجزء التالت. تعالوا نشوف بقى كل جزء هنعمل ايه. بس لو اول مره تتابعي صفحتي او قناتي، اتمنى ان انت تسيبي لي تعليق حلو، لان التعليق وتشجيعكم والشير والحاجات الحلوه دي منكم هي اللي بتخليني اكمل وانزل لكم واصور حاجات جديده. اول جزئيه انا هستخدمها اهو، انا قطعت جزء منهم، بس اول جزئيه بقول لكم ان انا تبلته بالملح والفلفل والبصل وخلاص. ده البانيه بتاعي. هنا الجزئيه ديت انا هعمل ايه؟ انا الكميه اللي انا قطعتها هبدا ان انا اخد احطها في الكبه عشان عايزه اطحنها. وهبدا احط مثلا ايه؟ معلقه من بهارات البرجر، معلقه من البهارات بتاعه الشاورما او الفراخ، شويه من البابريكا، شويه من الملح، من الفلفل، البصل باودر، الثوم باودر، كل الحاجات اللي احنا بنحب نحيق بيها الفراخ بتاعتنا دي. وبحط كمان معاهم معلقه من البيكنج باودر، عشان خاطر انا لما هعمل الكفته دلوقتي او هعمل الناجتس عايزاها تبقى خفيفه وهشه معايا. ضفت معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا، وابدأي بقى اضربي المكونات دي كلها. عندك فلفل احمر هريسه زي ما انا عندي كده، وارجعي للفيديوهات اللي احنا بنحضرها بالشهر، الحاجات دي بتنفعنا جدا. هتضيفي معلقه من الفلفل الاحمر، بيدي تيست حلو قوي. ما عندكيش مفيش اي مشكله بقى، خلاص اضربي المكونات الاول كلها مع بعضها، الفراخ مع التوابل، وضفت بضايه وضربتهم كلهم مع بعض. وهنا بقى كنت حاطه بطاطستين مهروسين، وحط عليهم معلقه من بهارات البرجر، يعني البطاطس بتاخد طعم البرجر. بعد كده بقى ببدا اقلب المكونات اللي انا ضربتها في الكبه اللي هي الفراخ مع البطاطس، وكده عملت احلى كفته. تقدري بقى تصبعيها، مفيش اي مشكله خالص. بس طبعا انا كنت مستعجله، انا بحب يعني اليوم دوت بكون بجهز فيها كذا حاجه، فموضوع التصبيع ده بيبقى عايز وقت. افضل حاجه بروح فرده كيس كده وحط عليه نقطه زيت، واحط العجينه اللي انا عملتها او الخليط اللي انا عملته، وبعد كده بقى بحط عليه كيس تاني وبططي كده بايدك فريدي بتساوي، ويكون ليها سمك وسط. وابدأي بقى قطعيه زي ما انت عايزه، مربعات صغيره زي الناجتس، عايزه تعمليه صوابع تبقى زي الكفته او كفته البيك اللي هي بتبقى طويله كده ومبططه شويه، كل ده هينفع معاكي. انا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعلى الفريزر على طول سيبيها تجمد عشان نكمل بقيه شغل فيها. طيب هتعملي ايه بقى بالجزء اللي بعد كده يا نهى؟ جبت بصلتين حلوين كده وشويه ملح وشويه فلفل وشويه بابريكا، ودي التتبيله بتاعتي. بعصر ليمون على البانيه، ودي التتبيله بتاعتي بتاعت البانيه. اعصري الليمون كده على البانيه نفسه عشان اللحم يتشرب منه، فلو في اي زفاره لا قدر الله طبعا نبقى غاسلينه ونقعينه وكل حاجه، بس خطوه ان انت تعصري الليمون على البانيه دي هتبقى حلوه قوي معاكي. انا كده تبلت البانيه، واقول لكم تابعوني بس لغايه الاخر. ولو لسه ما عملتيش لايك ولسه ما عملتيش تعليق حلو، انزلي اعملي تعليق ولايك عشان خاطر هنعرف البانيه هنقسمه ازاي. طيب الجزء التالت بقى عملت فيه ايه؟ اللي هو عامل زي الموزه زي ما بنقول كده، قطعته مربعات كده. خدت معلقه من التتبيله او اللي انا كنت عاملاه، الخلطه اللي انا كنت عاملاها، بس انا زودت عليها بصل تاني،
وابتديت ان انا اشوحه وحطيت له فلفل احمر وفلفل اخضر، وابتديت ان انا اشوحه واعمله شاورما وقسمته على طبقين. طبق اعمل منه فتة شاورما سوري، طبق اعمل منه المكرونة بالفراخ، سندوتشات بالعيش السوري، كريب. يعني الاطباق تبقى جاهزة عندك لاي حاجة. طب البانيه بقى اللي احنا تبلناه هقسمه على طبقين، كل طبق هياخد 8 قطع. انا كل الميزانية اللي انا ماشية معاكم بيها دي المتوسط اللي هو 4 افراد. طب يبقى احنا كده خلصنا ال2 كيلو بانيه بتوعنا زي ما قلت لكم ب190 جنيه. جبت فرخة وورك، فرخة وورك. توتال الفراخ كلها يا جماعة من عند الراجل قطعت 560 جنيه. يعني انا اديته ال2 كيلو البانيه والفرخة مع الورك قطعوا 560 جنيه. طيب عملنا ايه بقى؟ قطعنا الوراك لقطعتين، وقطعنا كمان الصدور لقطعتين. اخدنا الوراك الجزء اللي فوق بتاع الورك حطيناه، وكمان الجزء اللي فوق بتاع الصدر حطيناه، يبقى كده صدرين وقطعتين الوراك. وخدنا بقى الدبوسين، وخدنا قطعتين بقية الصدور، وخدنا الورك الزيادة اللي انا قلت لكم انا زودت ورك. وعملنا طبق حلو قوي قوي. تقدري بقى تقطعي كمان تصغري قطع اكتر من كده وتعمليه كبسة، تعمليه مع صينية بطاطس ني في ني، يعني هينفع جدا. والطبق التاني برضو تقدري ان انتي تسلقيه وتعملي شوية طبيخ عليه. دي كده ميزانية الفراخ خلاص خلصناها. نخش بقى على ميزانية اللحوم. زودت ايه؟ زودت كيلو كبدة وبتتباع ب150 جنيه. دي مش بلدي، دي كبدة المستوردة البرازيلي، نوعها نضيف وحلو. ولو انتي بتحبيها هاتيها، لو انتي مش بتحبيها تجنبي الفيديو خالص. الحاجات دي انا بقولها يعني انا بقول اللي انا بجيبه، بس انا ممكن احب حاجة انتي ما تحبهاش. فمش هنقول ميزانية 1000 جنيه وأقولك روحي اشتري لحمة بلدي، مع اني انا جايبة لحمة بلدي كيلو ب500 جنيه ولا ب400 وشوية، واقولك ايه همشيكي 10 ايام. ابقى انا بكدب عليكي ومش واقعية في الميزانية بتاعتي. انا بقولك بما يرضي الله الحاجة اللي احنا نقدر نجيبها فعلا ونطبقها، وبقولك كل الاسعار. دي بقى يا بنات نص كيلو لحمة بلدي، نص كيلو لحمة بلدي. جبتها وحطيت عليها، للاسف انا ما صورتهاش، حطيت عليها كوبايه برغل. بس تقدروا ترجعوا الفيديو اللي قبل كده عشان خاطر يوصف لك. يعني انا كنت حطاها في الفيديو اللي قبل كده. حاطه كيلو، حاطه قصدي كوبايه من البرغل، وحاطه البهارات بتاعتي، وحاطه بصل وفلفل وبابريكا، وحاطه كمان معلقه من البيكنج باودر. وابتديت ان انا اعمل خلطه اللحمه كلها وبضربها مع بعضها في الكبه وببدا اصبعها. انا بقى اليوم ده ما كنت واقفه، فكنت عايزه اعمل غدا، فعملت بعتها تتشوي عند الراجل. يعني هي بتبقى خلاص جاهزه بقى كده انها تتشوي، خلاص بعتها تتشوي عند الراجل. تقدري بقى تشيليها مشويه وتطلعيها وقت ما تعوزيها، بتبقى زي الفل يا بنات في طاسه ومعاها شقشق ميه صغير او شويه ميه صغيرين وغطيها بس كده. او لو عندك ميكروويف بتبقى في ثواني زي الفل. وببدأ بقى ان انا اعمل ايه، اسيبها تسخن. وبقت الكفتة عندي اكلة سريعة. الناس اللي بتشتغل والناس اللي بيبقى عندها شغل وتعب وعايزة تلاقي حاجة سريعة في بيتها، ارشح لك فكرة الكفتة المشوية كل شهر. هو نص كيلو بتقدري تقسميه على طبقين عشان بنزوده طبعا بالبصل وبالبرغل وكده. دي بقى الناجتس اللي احنا عملناها في الاول وقلت لكم نحطها في الفريزر. بروح مطلعاها وعاملاها في البيض بالبقسماط. عايزه اقول لكم ان دي احلى حاجه، ولادي بيحبوها بجد بيعشقوها، بيبقى طعمها حلو جدا. كمان احنا حاطين كميه حلوه من الفراخ، وهم هي اللي حطيناها، او هم اللي حطيناهم بطاطايتين بيضيع طعمهم مع برجر، مع تتبيله البرجر مع تتبيله البهارات. فبتلاقي طعمها حلو قوي. حبيت ان انا اصورها لكم، بتبقى مقرمشه وجميله قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويفيدكم. احسبوا الحسبة هتلاقوها لحوالي 1000 جنيه. عملنا منهم طبقين كفتة، عملنا منهم طبقين بانيه كل طبق 8 قطع، عملنا منهم كل طبق نص كيلو من الكبدة. وكمان عملنا الفراخ زي ما قلت لكم فرخة وورك، قسمناهم على طبقين مرتاحين جدا. عملنا طبقين شاورما، وكمان عملنا طبقين ستريبس او قصدي ناجتس. فيعني كل حاجة متوفرة عندك. كل شهر وانتم طيبين. انتظروا ميزانية ال10 ايام الجايين التانيين.